تحليل مباراة الزمالك وحرس الحدود اللي انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك بثلاثية نظيفة. ناصر منسي، حسام عبد المجيد، أحمد بالحاج. الزمالك قسم الماتش لشوطين. الشوط الأول أداء جيد متوسط. الشوط التاني سيء وأسوأ وأسوأ. الحقيقة عادة الزمالك يعني في الفترة الأخيرة إن هو بيجيب جون ويتراجع بشكل غريب جدا جدا جدا. بس برضه في نفس الوقت هو الزمالك بيتراجع ليه؟ يعني ايه السبب في تراجع نادي الزمالك؟ المشكلة اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين نحلها هي مشكلة خط النص. احنا لحد دلوقتي مش عندنا خط نص نقدر نعتمد عليه. شوية محمد عبد الغني مع دونجا، شوية محمد عبد الغني مع سيف، شوية سيف مع دونجا، شوية رؤى مع مش عارف مع دونجا مع رؤى. الدنيا متلخبطة ومشكلة الزمالك فعلا